السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة أفكار بيتي، والنهاردة معانا حلقة مع بداية المدارس والأبناء والتربية وكده. فهناخد أسرار تربية الأبناء، وإن أنت قبل التعليم وقبل كل حاجة إن أنت تبني الثقة في ابنك. فهناخد في الحلقة دي، يا ريت تكملوا للآخر، اللي هو برنامج بناء العلاقة مع الأبناء وإزاي تتعامل معاهم علشان يبقى شخصية إن يحب كل حاجة ويبقى عنده ثقة بنفسه. فأول حاجة هناخد أول حاجة حوار مع الأبناء. لازم إن إحنا مفتقدين يا جماعة الحوار، ما بنتحاورش مع أبنائنا، ما بنتكلمش معاهم باعتبارهم أصدقاء، بدون بقى حديث عن المدرسة والتوجيه واعمل كذا واعمل كذا. خلاص الطفل بيمل من الحاجات دي، لا إحنا نتكلم معاه عادي كل يوم. ومدح الابناء يوميا، اللي هو ان انت تمدحه، ما تقعدش توخف فيه او تقعد ان انت تقعد تنتقده، اللي هو تبدا على الاقل 5 مرات، بيدي سلوك ايجابي للطفل. والله دي حاجات بسيطه جدا بس بتاثر تاثير جامد جدا، وهتلاقيه ياثر على ابنك، وهتلاقي النتيجه ان شاء الله في الحاجات دي. فمرتين اسبوعيا هتشارك الابن نشاط خارج البيت، تاخده تخرج بيه، تمشي بيه رياضة، تمشيه، تاخده لفة بالسيارة كده. يعني تصاحب ابنك، وبلاش اسلوب اللي هو اعمل واعمل واعمل والامر كده. صاحبه الاول، وفي ظل وانت مصاحبه هينفذ اللي انت عايزه بكل سهوله، ومش هيبقى عنيد معاك. في ناس هتقول لي احنا بنعمل كل ده ما مش، لا، عايزه صبر شويه، وعايزه التحمل شويه. تمام. 3 دقايق يوميا عشان تثبت قبل النوم كده، تاخد منه قبل ما ينام ب3 دقايق، ان انت مثلا كنت كويس، انا لما شفتك النهارده عملت كذا وحليت الواجب وعملت وعملت وعملت، وان انت ساعدت اخواتك. يعني كلام فيه طاقه ايجابيه للطفل، وخصوصا قبل ما ينام. فعلى مدار اليوم انت عمال تغذيه بطاقه ايجابيه. في ناس، وما زلت بقول وانا بعمل الحلقه، هتقول لا احنا بنعمل كل ده. لا، احنا ما بنستمرش على ده، بنعمله مره مرتين وبننسى، والطفل بيرجع زي الاول. فعايزه استمراريه. الجلوس مع الابن في مكان هادي، واطلب منه انه يقول عايز بقى اطلع كل اللي جواه، وما ايدهوش وما تعملش كذا، لا، طلع كله، اتكلم معايا، حصل متضايق من نقاش، وما قطعهوش وما ردش عليه، واقول له طب خلاص كفايه الكلام ده كله. اسيبه يتكلم ويطلع كل المشاعر اللي جواه، وكل الحاجات اللي هو فرحان بيها، وكل الحاجات اللي هو متضايق بيها. تمام. وعبر عن حبك لابنك او لبنتك عن خلال السلوكيات اليوميه. في سلوكيات احنا نتبعها، هو هتجيله طاقه بين ان انت بتعبر عن الحب، وقول في حب وود كده، فبتأثر في نفسية الطفل طبعا. هي زي مثلا اللمس في نهاية الراس الابن، وتعني الرأفة والرحمة. ما تحط ايدك عليه وتلمسه كده في نهاية راسه، فده تعني الرأفة والرحمة، هو بيحس بالحاجات دي. واذا كان غضبان او وجود مشاعر سلبيه عليه او متضايق من حاجه، بتمسح ايدك على صدره كده، وتقول له خلاص معلش، ما تتضايقش، ما تعملش. كل دي سلوكيات. والله لو كل الناس، ما زلت اقول في كل حلقه، ان لو بتعمل كده بس الاستمراريه، عشان في ناس هتنتقدني في هذه الحلقه وتقول لا احنا كل ده بنعمله مش نافع، والولاد بقوا صعبين جدا والبنات بقوا صعبين جدا. فلا، عايزه استمراريه، وعايزه تمشي عليه فتره، ان ده اسمه برنامج هتمشي عليه فتره. وان انت تبوسه او 4 قبلات يوميا في الجبين، اما تستقبله هاتي اهلا وسهلا وبيك، وجيت من المدرسه، جيت من النادي، استقبله وقبله في راسه، وفي الخد في الشوق، في اليد الاستقبال والشوق. كل دي 4 يعني اخده في حضني كده وابوسه عشان يحس بالحنين. واحضان متفرقه طبعا خلال اليوم. تمام. طبعا ما ننساش علمه حفظ القرآن والمواظبة على الصلاة والصيام، عشان تجده أنفع الناس لنفسه وفي الآخرة. يعني آخر صاحب ابنك، وما تقعدش تنتقد فيه انتقادات تخليه يتضايق وتجيله طاقة سلبية، فيبقى عنيد معاك. يعني الخلاصة، ابني علاقتك مع ابنك حتى يصبح بين يديك محبا ومطيعا وخلوقا وبرا. فبهذا البرنامج بتبني شخصيته، وبتتعرف على ذاته، وتقوي محبته، وتصبح الأب النموذج الأمثل في نظره. هتبقى أنت النموذج بتاعه وقدوته. ليه؟ لأن أنت مصاحبه. تمام. وبتسمع له، والكلام ده كله بيبني ثقة في الطفل. وبهذا البرنامج بتتلاشى كل المدمرات للعلاقة التي كنت تمارسها من قبل، أو كانت سببا في اضطراب شخصيته، أو عناده، أو عنفه، أو مراقبته، او انحرافه. كل ده راجع نفسك كده مع تربية الابناء في هذا الموضوع. شوف انت كنت بتعمل وما تعمل البرنامج ده هيأثر على طفلك ازاي. بس ما تستعجلش وتقول ادينا عملنا باللي احنا قلنا عليه ولكن ما جابش نتيجة. لا، استمر استمر، والواحد ما يزهقش، لان هو عايز طولة بال شوية.